أنا أمل، شغالة في جمعية رسالة، وفي الجمعية دي بنعمل زي معرض، وكل اللي عنده حاجة بيجيبها وبنعرضهم في المعرض بسعر مناسب. في اليوم ده وبعد ما خلصنا المعرض كان فيه مرتجع كتير، وكان عبارة عن ملايات سرير ومفارش. لقيت كام مفرش وملاية سرير وقلت هروح بيهم البيت، وفعلا خدتهم وروحت. بعد ما دخلت البيت فرشت الملاية على سرير بنتي سلمى، كان عندها وقتها 8 سنين، وكان مصطفى ابن التاني لسه بيرضع. كنت لسه خارجة من أيام صعبة بسبب الشقة اللي هحكي عنها في آخر كلامي، وخلاص اعتقدت إن أنا دماغي هتروق وهترجع تاني زي الأول. في اليوم اللي فرشت فيه ملاية السرير صحيت من عز نومي مفزوعة، لقيت بنتي سلمى كانت بتصوت. جريت عليها وحضنتها، كانت بتترعش، وأنا حضناها بدأت أسمع صوت تكتكة. بنتي كانت في حضني، بس في الوقت ده كنت بص على صوابع رجلها، واللي لقيتهم بيتحركوا حركات صعبة جدا على إن سلمى تعملها. ما هي مستحيل تقدر تتني صوابعها لفوق بإرادتها بالشكل ده. صوت طرقعة صوابعها كان مرعب لأنه كان سريع، ومش صوابع رجليها بس، وإيديها، إيديها كمان كانت بتحرك صوابع إيديها حركات غريبة في الهواء. الصوابع كانت تقريبا بتدخل في بعض. ضربت سلمى بالقلم علشان تفوق، أول مرة يحصل لها كده، وأنا بصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه. سندت راسها على السرير وجريت علشان أجيب إزازة المية اللي مقري عليها قرآن. ما هو أنا من آخر موقف حصل لي وأنا ما بمشيش غير بالإزازة دي. لما حطيت راسها على السرير لقيتها بتضحك وبتفتح صوابعها ال5 وبترفعها في الهواء. جريت وجبت الإزازة ورشيت عليها شوية مية. أول ما المية لمستها لقيتها بتتنفض، اتنفضت وهي بتفتح عينيها، وصوابعها رجعت طبيعية، وبدأت تمسك وشها بوجع كأن بالظبط رميت عليها مية نار. في ايه يا ماما؟ وانت بتضربيني ليه؟ انا عملت حاجة؟ انا ما روحتش في مكان والله، عيني مش وجعاني، لا، بس وشي حرقني. بنتي بتقول كلام انا مش فاهماه، كلام متلخبط مش راكب على بعضه، وفي ثانية راحت في النوم ولا كأن حاجة حصلت. فضلت واقفة شوية مستغربة وقلقانة، بس اطمنت أول ما شفتها راحت في النوم. بعدها سبتها ورحت أوضتي جنب مصطفى واللي كان نايم زي الملايكة. غمضت عيني ومفيش دقيقة رجعت سلمى بتصوت تاني، بس المرة دي صوتها صح الجيران اللي قدامنا. جريت على بنتي، وفي نفس الوقت باب الشقة كان الجرس بتاعه بيرن. لقيت بنتي عمالة بتتلوى وهي نايمة على السرير. لاحظت وسط خوفي عليها ورعبي إن كفوف وكعوب رجليها وإيديها زي ما يكونوا ملزوقين في مراية السرير. بس برغم كده ما بطلوش حركة عشوائية وصعبة، ده غير أصوات الطرقعة وصوت الصويت. كنت واقفة قدامها عاجزة، وهي كأنها مش مستحملة إن عمودها الفقري يلمس السرير. كانت بتعافر وتمنع ظهرها إنه يوصل للملاية. جرس الباب بيرن، وأنا ماسكة إزازة المية وبإيدي اللي كانت بتترعش بدأت أرش عليها وعلى وشها. نفس اللي عملته المرة الأولى اتكرر تاني. أيوة، صوابعها رجعت طبيعية، وكلامها اللي مش مترتب. فتحت صوابعها ال5 في الهوا قدامها وهي مغمضة عينيها. لما فاقت وفتحت عينيها جريت على الباب فتحته، ولقيت راجل ومراته واقفين وعلى وشهم علامات قلق. ولما شافوني، في ايه يا مدام؟ خير، احنا مش فضوليين والله، بس انا وسعد جوزي قلقنا لما سمعنا الصويت. في الوقت ده طلعت سلمى من جوه اوضتها وشعرها منكوش، وحاطه ايديها جنب منها وضم رجليها على بعض، وميه كتيره بدأت تنزل منها. بنتي بتعمل حمام على نفسها بشكل مش طبيعي، لدرجة ان في ثواني كانت في بركة موجودة تحتها. جريت عليها والست جت ورايا، وسمعت منها صوت شهقة لما لقت ان المية اللي موجودة دي باردة. سألتني لو سلمى تعبانة او عندها تبول لا ارادي. قلت لها لا، سلمى كانت زي الفل. دخلناها الحمام
وغيرت لها هدومها زي الأطفال الصغيرين، وهي ما كانتش بتتكلم، كانت عاملة زي الصلصال اللي انت بتشكله على مزاجك. امسكها من ايديها تتشد معايا، احط دماغها تحت الحوض نفس الكلام، ما كانش فيها اعصاب. لقيت الست واللي عرفت ان اسمها علا. انا مش عايزاك تقلقي، بنت اختي كان عندها نفس اللي عند بنتك، والحمد لله اتعالجت دلوقتي. بصراحة كنت على وشك ان انا ازعق في وشها واقول لها اطلعي بره، بنتي ما فيهاش حاجة ومش تعبانة. بس الحمد لله سكت على اخر لحظة، طلعت بره الأوضة ومشيت وراها لحد ما طلعت وقفلت الباب. كنت سايبة بنتي واقفة عند الحمام، لما رحت لها كانت باصة بخوف جوه أوضتها، خوف مش طبيعي. ولما مسكتها من ايديها وقلت لها يلا يلا علشان تنامي، اترمت على الأرض وفضلت تصوت وهي بتشاور جوه وتقول أنا خايفة منه، خايفة منه، واقف عند السرير الراجل الأسود. كنت لسه ماسكاها من ايديها لما وقعت هي على الأرض، شدتها من ايديها وانا بقول لها قومي يا حبيبتي. راجل ايه؟ مفيش حد. سلمى فجأة لقيتها قامت من على الأرض وهي بتتنطط وبتجري على السرير وبتترمي عليه وهي فرحانة. حسيت وقتها إن في حاجة مش طبيعية، في حاجة بتحصل لسلمى. من أقل من ساعتين ما كانتش كده. هي ايه الحركات الغريبة اللي بتعملها دي؟ والمرة دي لما هي نامت رحت ونمت جنبها وجبت مصطفى كمان، ما كنتش عايز اسيبها لوحدها. لما نمت جنبها عدى اليوم، وصحيت تاني يوم لقيتها صاحية من بدري ومحضرة الفطار وبتصحيني علشان اروح الشغل. ايوه كده، هي دي بنت النشيطة ام روح حلوة. بسبب ظروف حياتي اللي مش عايز اخوض في تفاصيلها كنت بروح شغلي وانا سايبة مصطفى مع سلمى. ولما رجعت من الشغل ودخلت العمارة قبل ما افتح باب الشقة لقيت علا جارتي وقفتني. ابنك بقاله اكتر من نص ساعة بيعيط، هو مفيش حد معاه ولا ايه؟ معرفتش ارد عليها، فتحت الباب بسرعة وجريت عليه لقيته فعلا بيعيط ومحطوط على سريره الصغير. شلته وانا بحاول اهديه. ناديت على سلمى لقيتها واقفة قدام السرير وبص على السرير، ولما سمعتني بنادي عليها خدت بالها. ايه يا ماما؟ مصطفى عمال بيعيط. انا سامعاه. كنت واقفة بمصطفى وهي قدامي، كانت بتكلمني وهي سرحانة. شكي بدأ يتحول لتأكيد، سلمى مش طبيعية، البنت دي فيها حاجة. لقيتها بتقولي يا ماما أنا كنت منيمة مصطفى على السرير بتاعي، ولما انت دخلتي هو فضل يزحف لحد ما نزل تحت السرير. حتى شوفي. قالت لي الكلمتين دول وهي بترفع طرف الملاية وبتبص تحت السرير. رجعت مرة تانية وبصت لي، اهو مشي يا ماما، عجبك كده؟ تعالي ندور عليه. قامت من على الأرض وعدت قدامي، بصيت عليها ووقفت قدام باب الأوضة علشان ما تطلعش. انت بتدوري على مين يا سلمى؟ احنا هندور على مين؟ على مصطفى يا ماما، بقولك كان نايم قبل ما تنادي عليا. أول حاجة قلتها في نفسي إن دي مش بنتي، وفعلا اليوم ده اكتشفت الكارثة اللي ما كنتش عاملة حسابها. لأن في اليوم ده قررت أقفل باب أوضتها بالقفل، وأصريت إن سلمى تنام على السرير التاني. أنا كنت مقررة إن أنا هنام على الكنبة في الصالة، وفعلا نامت هي هناك وأنا نمت في الصالة. وعلى الساعة 2 بالليل سمعت صوت. أعمل إيه؟ مش عارفة. افتح أنت من عندك. استنى هحاول تاني. لا مش بيفتح، أصل ماما قفلته بالقفل ومش عارفة المفتاح فين. إيه؟ بتقول إيه؟ عندك حق، أنا هكسره. دي بنتي، دي صوت سلمى بنتي. بصيت لقيتها واقفة عند باب أوضتها وبتحاول تفتحه. طب بنتي بتكلم مين؟ ده مفيش حد موجود غير أنا في الصالة. كنت عاملة نفسي نايمة عايز أعرف سلمى بتعمل إيه. بصيت بالراحة كده على الباب وكأني مستنياه يتفتح ويطلع من جوه الأوضة شبح أو عفريت. سلمى اتأخرت في أوضتي، وده خلاني قمت من على الكنبة ودخلت الأوضة. لقيتها نايمة. معقولة؟ يعني أنا كل اللي شايفاه ده كان حلم؟ طب لو هو حلم، إزاي لما طلعت للصالة تاني لقيت باب أوضة سلمى مفتوح؟
والملاية اللي كنت فرشاها على سريرها متطبقة ومحطوطة على الكنبة اللي من ثواني بس أنا كنت نايمة عليها. لما شفت المنظر صوتت، بس بسرعة حطيت إيدي على بقي علشان ولادي ما يقلقوش. فضلت واقفة على باب الأوضة وبص على الراديو اللي موجود، عايز أجري وأشغل قرآن بس ما كنتش قادرة. القفل مكسور ومرمي على الأرض، والأوضة من جوه سودا سودا، سواد مش طبيعي. ده لأني كنت نايمة وسايبة نور الصالة مفتوح، فطبيعي حتى إن النور يتعكس جوه الأوضة، بس ده ما حصلش. الأوضة سودا كحل. ماما، وانت واقفة كده ليه؟ سلمى كانت ورايا عمالة بتتوب وهي مستغربة وقفتي قدام الباب. طبعا أنا اتنفضت مكاني. لا يا حبيبتي مفيش. وانت صحيتي ليه؟ رايحة الحمام؟ سلمى، أنا بكلمك. بص على ايه تاني؟ فضلت سلمى بصة ورايا وبدأت تكشر وهي بتبص على حاجة ورايا أنا مش شايفاها. ودخلت الأوضة وقفلت الباب وشدتها لجوه، وهي فضلت متنحة وعمالة تهته، ما كانتش عارفة تجمع كلمة واحدة على بعض. فتحت النور وجبت موبايلي وشغلت القرآن وقعدت جنب سلمى. بصراحة قلبي كان عمال يتنفض. حاولت أكتر من مرة إن أنا أشغل سلمى وأخليها تركز معايا، لكن معرفتش. فضلت بص على الباب وهي ساكتة. أكرة الباب بدأت تتحرك بالراحة، في إيد من بره بتحاول تفتح الباب. وقتها صوتت بأعلى صوتي: حرامي حرامي. جيران العمارة كلهم اتلموا بما فيهم مدام علا وجوزها. فتشوا الشقة كلها، ما كانش فيه حرامي ولا حاجة. كل اللي أنا لقيته واللي اتفاجئت لما شفته هي ملاية السرير رجعت تاني على سرير سلمى. ما هو لو مش حرامي مين اللي كان بيحاول يفتح الباب علينا؟ جملة قلتها لمدام علا كنت هتجنن، وكنت متأكدة من جوايا إن مفيش حرامية. طبعا اليوم ده أثبت لكل سكان العمارة الجديدة إني مجنونة، بس للأمانة مدام علا ما سابتنيش. كلهم رجعوا شققهم وهي فضلت معايا سهرانة لحد الصبح، واتكلمنا كتير. كانت بتشغلني بأي موضوع علشان أهدى. ربنا كبير وكريم، خليها على الله وما تقلقيش، أنا معاكي. انسى اللي حصل، بالله عليك ما تسيبنيش، أنا بس خايفة بنتي يحصل لها حاجة. طرحت عليا في اليوم التاني إن احنا نقلب الشقة وننضفها مع بعض، يمكن لما نعمل كده يكون أحسن. وحصل فعلا. تاني يوم نضفنا الشقة وكانت مدام علا معانا. لمينا كل المفارش والملايات وحطيتهم في الغسالة. أول ما جه الليل دخلت سلمى أوضتها علشان تنام. بصت على السرير وفضلت تصوت وتشاور على السرير. أنا ما كنتش فاهمة هي عايزة إيه. في الوقت ده اكتشفت حاجة خلتني أسيب سلمى تعيط وتصوت، ورحت الغسالة. ملاية السرير. طلعت مراية السرير. أول ما شافتها فضلت تضحك وكانت بتزقني للسرير علشان أحط عليه الملاية. كانت بتصوت، ولما رحت لها بالملاية بتضحك. الموضوع فيه إن اتفزعت طبعا. اكتشفت المصيبة. الملاية اللي أنا جبتها من معرض رسالة كانت هي سبب البلاوي دي، لأن لما رميتها بدون مقدمات برا الباب رجعت سلمى تصوت تاني، وللمرة التانية عملت حمام على نفسها. دخلتها علشان تنام بعد ما حمتها، وحاولت أهديها فعلا ونامت. وفضلت مشغل القرآن في الصالة وقاعدة جنب الراديو وأنا خايفة. كل ده وأنا بص على باب الشقة. ومن تعب اليوم وتفاصيله نمت وأنا حاطة إيدي على ترابيزة السفرة ودماغي عليها. مش عارفة حلمت بإيه أو شفت إيه. المهم إن أنا صحيت مفزوعة وأنا بنادي على سلمى. دخلت جري أبص عليها، ما لقيتهاش. لما طلعت بره كانت واقفة عند باب الشقة. المرة دي جريت عليها وأنا بصوت في وشها: فوقي! وفتحت الباب ومسكت المراية رميتها من المنور اللي كان مقفول. وبما إني في الدور الرابع فصعب حد يوصل للملاية، ما أنا برضو ما كنتش عايز أضر بيها حد غيري. ومن بعد اليوم ده ولحد دلوقتي ما بقاش في أي حاجة الحمد لله. هو يمكن بشوف وبسمع حاجات بس مش زي الأول. لكن اللي خلاني أكتب القصة دي هي بنتي جات لي امبارح وقالت لي بالنص:
فاكرة يا ماما لما كنت واقفة في الصالة وفضلت تزعقيلي لما كنت عايز أفتح الباب؟ فاكرة؟ قلت لها آه يا حبيبتي فاكرة، بس ليه بتقولي كده دلوقتي؟ إيه السبب يعني فهميني؟ مش عارفة أنا بقول كده ليه، بس يمكن عشان كنت شايفة عمه الطويل وهو واقف جنبك وكان بيبصلي وهو زعلان. شفته النهاردة، جالي في الحلم. سلمى كانت تقصد الخيال اللي هي شافته أول يوم جبت فيه الملاية. الخيال اللي كان ملازم الملاية رجع. رجع الرعب يدب في قلبي مرة تانية بعد ما قلت خلاص أعيش حياة زي بقية خلق الله. بس كان لازم أفهم إنه أكيد هيرجع تاني. ما أنا لما رميت الملاية في المنور من الدور الرابع وبعد كام يوم بصيت عليها ما لقيتهاش، وزي ما قلت صعب جدا حد يوصل للملاية. يبقى مين خدها لما محدش من سكان العمارة خدها؟ ما أنا سألتهم كلهم، راحت فين مش عارفة، وما كنتش مهتم أعرف. عموما ربنا يستر، أنا بقيت مستنية أي حاجة ممكن تحصل. ادعولي.